شفت يا كابتن حسام لما خرجنا من دايرة بوركينا وغينيا والكلام ده كله بقينا نخسر ازاي؟ منتخب مصر بيخسر تاني مباراة لما بيقابل فريق بيلعب كورة، لما بس بتقابل فريق عنده كورة، فريق عنده مهارات فردية، فريق عنده تكتيك، فريق منظم، فريق منضبط، بتخسر وبشكل كبير جدا. منتخب مصر النهارده خسر مش بأخطاء دفاعية، دي بكوارث دفاعية، دي بجرايم دفاعية، دي المفروض حالات يعني تثبت رسميا في الاسم، حاجة مش طبيعية. الهدف الأول اللاعب مش خد الكورة، ده اللاعب بهدل 5 لعيبة أو 6 لعيبة وعدى منهم بالعافية سجل هدف. الهدف الثاني برضه كارثة دفاعيه من محمد هاني، سواء اللي هو ما عرفش يعمل بلوك للباص، وسواء محمد صبحي اللي طلع يتزحلق ولا كاننا بنلعب على الامطار البحريه، وحاجه في منتهى قله الادب والضحك بصراحه. وطبعا دول مش الفرصتين الوحيدين، عايز اقول لك ان كان بيتلعب في الدفاع طول 90 دقيقه لعب حرفيا يعني مهين للدفاع. حرفيا منتخب مصر لما بيقابل فريق منظم بيبقى شكله يعني وحش جدا. ولكن بصراحه انا مش هلوم الكابتن حسام حسن لما يكون دي امكانيات فرديه للاعبين. النهارده شفنا مصطفى محمد، شفنا اسامه فيصل، شفنا محمد صلاح مش بيلعب اصلا، شفنا خط الدفاع بالكامل. فبصراحه يعني الواحد يعذر الكابتن حسام حسن، لان اللاعبين بصراحه يعني ما تبشرش باي حاجه. ربنا يسترها والله العظيم يعني على بطوله الامم. والواحد يعني بعد اللي شافه النهارده مش متفائل ابدا. انت بتتكلم لما بتقابل فريق بس بيمسك كوره شويه بتتبهدل. فربنا يقوينا بصراحه في بطوله الامم، واتمنى بصراحه من الناس ما تنتظرش حاجه من المنتخب ده في بطوله الامم.